مشاهدينا الأفاضل، طاب مساءكم. نشرة أخبار الفضاء الإريترية لهذه الفترة يقدمها لكم محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. أنشطة الثروة الحيوانية وصحة المواشي تشهد تقدما خلال 34 عاما الماضية. قائد القيادة الغربية يعقد سمينارا في مدينة سني. الإريتريون في المهجر يحتفلون بذكرى الاستقلال. عنف الجماعات المتطرفة والانقلابات يضع إيكواس في اختبار حقيقي. انعقاد الاجتماع الوزاري الثالث بين الصين ودول جزر المحيط الهادئ. الصين تطلق مهمة فضائية لجمع عينات من كويكب قريب من الأرض. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. تمكنت وزارة الزراعة في سنوات الاستقلال 34 الماضية إحراز تقدم كبير في ضمان صحة الثروة الحيوانية وخفض الخسائر الاقتصادية التي تنتج عن الأمراض الحيوانية. وأوضح التقرير الذي قدمه فرع العلاقات العامة بوزارة الزراعة أن الحكومة الإريترية أصدرت قرارا بخصوص التطعيم الإلزامي للحيوانات، مما خفض من نسبة إصابة المواشي بالأمراض المعدية والتي كانت أكثر من 67% خلال عام 1993 إلى أدنى حد لها. وتشير الدراسات أن حملات التطعيم التي شملت معظم الأمراض الشائعة وتلك التي ظهرت حديثا تستهدف حوالي 2.5 مليون من الماشية منذ عام 2013، كما خفضت نسبة الإصابات الحديثة والنفوق بين الماشية مؤخرا. وحصلت إريتريا على ميدالية من منظمة الصحة الدولية بالإنجاز الذي أحرزته في السيطرة كليا على مرض حصبة الماشية بحلول عام 2005 بفضل الجهود المتضافرة بين الجهات المعنية. وفيما يخص تربية الدواجن، ظل المواطنون يعتمدون على أصناف الدواجن البلدية قبل التحرير، ثم قامت وزارة الزراعة باستيراد حوالي 113 ألف فرخة من الأصناف المختارة لإنتاج الدواجن والبيض، مما مكنها من إنتاج وتقديم حوالي 7.5 مليون من الكتاكيت، والتي تصل أعمارها إلى شهر لدعم صناعة تربية الدواجن وإنتاج البيض. كما ارتفع عدد المناحل التي سجلت في عام 1991 من 19 ألف إلى أكثر من 46 ألف خلية حسب الدراسات التي أجريت في الربع الأول من هذا العام. وتسهم عملية نقل تقنيات تربية النحل من النمط التقليدي إلى الحديث في تطوير تربية النحل، لتصل نسبة الخلايا التي تربى في المناحل الحديثة 51%، والمناحل التقليدية 41%، والمناحل البرية 8%. عقد قائد القيادة الغربية في قوات الدفاع الإريترية العميد إيوف السهاي حاليباي سمينارا يوم 27 من مايو بمديرية سني تحت عنوان خط نادر عن المنيع لقادة الجيش وموظفي مكاتب الوزارات والجبهة والاتحادات الوطنية. وأوضح بأن شعب إريتريا تصدى بقيادة الجبهة الشعبية لكل العدائيات الداخلية والخارجية، وتجاوز مراحل معقدة وصعبة ليضمن استغلاله وسيادته بفضل صموده وتضحياته الباهظة. وأكد أن تنمية البلاد وأمنها مضمون بهذه القيم المشرفة، وعلى الجميع العمل بجدية على قرصها في الأجيال الجديدة. وقال العميد إيوف السهاي أن مهمة تعزيز الهوية الإريترية والانتماء للوطن لا تخص جهة بعينها وإنما تخص الجميع. وذكر الشباب بضرورة المشاركة في إنجاح البرامج الوطنية، وأن يكونوا قادة لهذه البرامج الموضوعة متسلحين بالأهداف الواضحة والثقة بالنفس. وفي مداخلاتهم أشار المشاركون إلى أهمية وآنية السمينار، وحثوا على عقده في المناطق التي يتواجد بها الشباب ومنتسبي قوات الدفاع. احتفلت الجاليات الإريترية في أوغندا وإيطاليا والسويد والنرويج والدنمارك وفنلندا ولوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية بذكرى الاستقلال. وقال سفير إريتريا السيد محمد سليمان في الاحتفال الذي جرى في مدينة كامبالا اليوغندية بمشاركة أكثر من 2000 مواطن أن شعار هذا العام يذكرنا بالمبدأ الذي حقق انتصار الشعب الإريتري في الاستقلال والدفاع عن السيادة الوطنية. وفي إيطاليا احتفل الإريتريون في ميلانو وبولونيا وفيرينزي وتورينو وبريشيا ونابولي وباليريمو وبادوا وبوردينو بذكرى الاستقلال في 25 من مايو. خاطب احتفال القنصل العام لإريتريا في ميلانو السيد تقلسنبت إمام بكلمة حول معنى الاستقلال والتجمع للاحتفال به.
كما احتفل الإريتريون في مدن مختلفة في السويد والنرويج والدنمارك وفنلندا بالمناسبة، مؤكدين على استعدادهم لتعزيز الوحدة والتصدي لإنجاح البرامج الوطنية. وفي الحفل الذي أقيم في ستوكهولم يوم 24 من مايو، أكد القائم بأعمال السفارة الإريترية في الدول الإسكندنافية السيد محمد سعيد محمد علي على أهمية القدرة والمساهمة النشطة والمنظمة للمواطنين، لأن المرحلة الحالية هي مرحلة التنمية. تميزت الاحتفالات بعروض الأزياء والرقصات التقليدية التي قدمها الأطفال المولودون في الخارج والذين يمثلون جميع القوميات في إريتريا. أجرى منتخبنا الوطني مباريتين وديتين في استاد أسمرة مع منتخب النيجر لكرة القدم بمناسبة الذكرى 34 لاستقلال البلاد، وتعادل المنتخبان دون أهداف في المباراة الأولى التي جرت في 26 من مايو، بينما فاز منتخب النيجر 1-0 في المباراة الثانية التي جرت أمس 28 من مايو. وقال رئيس الاتحاد الإريتري لكرة القدم السيد باولوس والهيمانوت: نحن راضون عن أداء المنتخب الوطني الإريتري لكرة القدم بعد العودة للمباريات عقب سنوات عديدة، موضحا بأن المباراتان ساعدتا في التعرف على قدراتنا. وأشاد بالتوازن بين حارس المرمى والمدافعين ولاعبي الوسط، وسيتم العمل الجاد في معالجة أوجه القصور التي ظهرت في الهجوم. وأوضح المدير الفني للاتحاد الإريتري لكرة القدم المدرب دانيال يوهانس أن المباريات كانت مهمة في خلق بيئة لمشجعي كرة القدم وتعزيز صورة المنتخب الوطني واختبار المدربين واللاعبين. قام مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية الدخالة بتأهيل الأسر الفقيرة والأيتام بكلفة 10,000 نقفة لكل أسرة. وقال مسؤول المكتب السيد سجيد سيوم أن المواطنين الذين تم تحديدهم من خلال إدارات الضواحي تم تأهيلهم حسب خياراتهم وضعا في الاعتبار لظروفهم المعيشية. وأوضح بأن هدف البرنامج هو تخفيف المصاعب الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. في غضون ذلك تم تقديم المساعدة للمواطنين الذين يعانون من الإعاقات الذهنية وتخلف النمو في مدينة عدقيح. وذكر مسؤول جمعية ذوي الإعاقة الذهنية وتخلف النمو في مديرية عدقيح الأستاذ انقسوم سلمون أن المساعدات التي تم تقديمها يوم 27 من مايو تتضمن الأدوات العينية. من جانبها عبرت الأسر الحاصلة على الدعم عن امتنانها، وأكدت أنها ستسعى إلى الاعتماد على نفسها وستكون قدوة للآخرين. هذا ويوجد 52 عضوا في جمعية ذوي الإعاقة الذهنية في مديرية الدقيح. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. قال رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس عمر توراي أن التكتل يواجه تهديدات متزايدة من الإرهاب وتغير المناخ والانقلابات العسكرية والفقر. جاء هذا التعليق خلال اجتماع زعماء دول المجموعة في نيجيريا في ذكرى مرور 50 عاما على تأسيسها. وتصاعدت حدة أعمال العنف هذا العام من متشددين في نيجيريا ومنطقة الساحل التي تضم بوركينا فاسو ومالي والنيجر، وهي دول انفصلت في الآونة الأخيرة عن إيكواس احتجاجا على العقوبات المفروضة عليها بعد انقلابات عسكرية. وتمثلت أهداف التكتل لدى تأسيسه في تعزيز التكامل الاقتصادي والتعاون الأمني وحقوق الإنسان والحكم الديمقراطي بين دوله. توصلت الصين ودول جزر المحيط الهادئ إلى توافقات جديدة لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات مواجهة التغير المناخي والوقاية من الكوارث والبنية التحتية والتجارة والاستثمار والطب والسياحة. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن ذلك جاء خلال أعمال الاجتماع الثالث لوزراء خارجية الصين ودول جزر المحيط الهادئ، والذي أقيم في مدينة شيامن جنوبي البلاد، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد الجانبان التزامهما بالحفاظ على التعددية والنظام الدولي المتمركز حول الأمم المتحدة والقائم على القانون الدولي، بالإضافة إلى النظام التجاري متعدد الأطراف المتمحور حول منظمة التجارة العالمية لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للدول النامية.
أطلقت الصين أول مهمة لها لجمع عينات صخرية من كويكب قريب من الأرض بهدف تحقيق فهم تكوين وتطور الكويكبات والنظام الشمسي المبكر. وانطلقت مركبة الفضاء غير المأهولة تياونمين 2 على متن صاروخ لونغ مارش 3 بي بنجاح من مركز إطلاق الأقمار الصناعية في شيشانغ بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، وفقا لوكالة الأنباء الصينية شينخوا ونقلا عن الإدارة الوطنية الصينية للفضاء. وبعد نحو 18 دقيقة من الإقلاع دخل المسبار في مدار انتقالي نحو الكويكب. وأكدت وكالة الفضاء نجاح فتح الألواح الشمسية معلنة نجاح الإطلاق. ومن المتوقع أن تعاد العينات إلى الأرض داخل كبسولة بحلول نهاية عام 2027. في الخبر الأخير، حتى لو حقق العالم أكثر أهدافه المناخية تفاؤلا، فمن المرجح أن يتفاقم ارتفاع منسوب مياه البحار طوال العقود المقبلة وما بعدها، مما سيعيد تشكيل السواحل ويهدد حياة مئات الملايين قرب السواحل حسب مخرجات دراسة حديثة. وتحذر الدراسة التي نشرت في مجلة علمية من أن إبقاء الاحتباس الحراري دون 1.5 درجة مئوية هو الهدف الطموح لاتفاق باريس للمناخ عام 2015، ولكنه لن يمنع ارتفاع مستويات المحيطات والبحار إلى معدلات خطيرة. وبالاستناد إلى بيانات الأقمار الصناعية ومقارنات المناخ القديم والتوقعات المحدثة، يرسم البحث صورة قاتمة، فحتى مع مستويات الاحترار المتواضعة ستحدث حلقات تغذية راجعة في الصفائح الجليدية على الكويكب، مما يدفع ارتفاع منسوب مياه البحار إلى ما يتجاوز الحدود المعقولة. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. أنشطة الثروة الحيوانية وصحة المواشي تشهد تقدما في 34 عاما الماضية. قائد القيادة الغربية يعقد سمينارا في مدينة تسني. الإريتريون في المهجر يحتفلون بذكرى الاستقلال. عنف الجماعات المتطرفة والانقلابات يضع إيكواس في اختبار حقيقي. انعقاد الاجتماع الوزاري الثالث بين الصين ودول جزر المحيط الهادي. الصين تطلق مهمة فضائية لجمع عينات من كويكب قريب من الأرض. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.